دي الايربودز 4 والايربودز 4 في وداني اريح بكتير من الايربودز 3. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم في الحجم والشكل. الكيسه بتاعت الايربودز 4 اصغر من الايربودز 3 وده باين في فرق العرض ما بينهم، ولو بصينا تحت هتلاقيها بتيجي بمنفذ يو اس بي سي وفيها سماعات، بس السماعات دي بس للنسخه اللي فيها نويز كانسليشن. النسخه العاديه بتيجي بيو اس بي سي لكن من غير السماعات اللي تحت. ولو بصينا على ظهر الكيسه هتلاقي الزرار اللي ورا ده مش موجود على الايربودز 4، لكن ده مش الفرق الوحيد اللي ما بينهم في الظهر. لو جبنا الورقه بتاعت المغناطيس هنلاقي ان الايربودز 3 فيها المغناطيس بتاع الماك سيف، لكن عشان الكيسه بتاعت الايربودز 4 صغيره فما فيهاش المغناطيس ده، لكن فيها المغناطيس اللي في النص اللي يخليها تتشحن عن طريق الشاحن بتاع الابل واتش. لكن ده ما يمنعش ان الكيسه نفسها تقدر تشحنها وايرلس على الماك سيف، لكن مش هتمسك فيها. والزرار اللي ورا دلوقتي بقى تاتش سنسيتيف على وش الكيسه نفسها. اما السماعات نفسها فالاتنين نفس الحجم، لكن الجزء اللي بيدخل في ودنك فهو مش نفس الشكل. الايربودز 4 ارفع فعشان كده هو اريح في الودن، وكمان الفتحه بتاعت السماعات نفسها شكلها مختلف وموجهه اكتر ناحيه ودنك، وطبعا مع اختلافات بسيطه في احجام وشكل المايكس اللي موجودين على السماعه. طبعا لو عايزين تشوفوا فيديو المراجعه لما ينزل وتسمعوا السماعه بنفسكم فتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب، واعملوا لايك وشير للفيديو وتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه.